السلام عليكم. المرة دي احنا هنبتدي سيريز جديدة من الفيديوهات، عايزة اتكلم فيها عن شوية شخصيات كده. وأول شخصية عاوزة أبدأ بيها النهاردة هو الشخص المتفائل. وإحنا عندنا نوعين من التفاؤل يا جماعة، في الشخص المتفائل بالدنيا والشخص المتفائل بالآخرة، والاتنين بتسمع منهم جملة أنا عايز ألحق أعمل كذا قبل ما أموت. طيب الشخص المتفائل بالدنيا هتلاقيه في معنى الجملة دي عايز يحصل مثلا فلوس في حياته عشان يلحق يسافر، عشان يلحق يتمتع بأكل بلبس بخروج، عشان يلحق يغير بيت، يلحق يغير عربية، عشان هو عايز ياخد من الدنيا كل اللي يقدر عليه، لأنه مش بيبقى مدي attention كبيرة أو تركيز كبير مع الحياة فيما بعد الحياة الدنيا، فعايز يلحق كل حاجة بسرعة دلوقتي. طيب والشخص المتفائل بالآخرة هتلاقيه برضو بيقول نفس الكلام، أنا عايز ألحق أعمل كذا قبل ما أموت. فهنلاقيه برضو بيسعى إنه يبقى معاه فلوس بس عشان يقضي بيها حوائج الناس، مثلا يقدر يساعد على قد ما يقدر، هو ليه نصيبه منها برضو وبيستمتع بالحاجة بالقدر فيما يكفيه، يعني بما يكفيه، بس عايز يطلع صدقات وعايز يعمل زكاة وأعمال صالحة، وعايز يحسن صلاته، وعايز يتدبر، عايز يتفكر. فدايما بيعتبر انه مجهوده وسعيه اللي عايز يلحق قبل ما يموت ده، عشان هو بيستخدمه كنوع من الاستثمار للحياة اللي هي فيما بعد الحياة الدنيا. طيب الشخصين بقى يا جماعة طبعا مصابين بالابتلاءات في حياتهم. طيب هنلاقي الشخص المتفائل بالحياة وقت الابتلاء رد فعله بيكون رد فعل قوي، وبيتعامل مع الموقف. ليه بيعمل كده؟ عشان هو مش عايز يقضي حياته في حزن وفي كآبة، هو عايز يعدي الموقف، عايز يعدي الابتلاء بسرعة عشان نرجع تاني لنفس الكونسبت بتاع أنا عايز ألحق قبل ما أموت. فهو عايز يلحق يستمتع، فمش بيكون رد فعله للابتلاء حاجة حزينة بقى وبتاخد منه وقت طويل. طيب والشخص المتفائل بالآخرة في وقت الابتلاء بتاعه بيكون رد فعله للابتلاء رد فعل فيه رحمة، لأنه بيكون عايز يتدبر ويتفكر إزاي يتعلم من الموقف اللي حصل عشان ينتفع بيه فيما تبقى له من حياة، برضو كنوع من الاستثمار للي هيجي للحياة اللي بعد كده. طيب قصتنا هنا فين بقى يا جماعة؟ في إزاي نتعامل مع الشخصيتين دول. رجاء هنا في مهارات التواصل بتقول لنا انه بلاش نشوف الشخص اللي هو المتفائل بالدنيا كأنه بني آدم ما عندوش دم وما بيحسش، ووقت الابتلاء لما بنلاقيه بيروح يهندل المواقف بتاعته بقوة وعايز يتعامل معاها وعايز ينجز الموضوع ويخلصه، يبقى شخص انت ما عندكش دم او انت ما بتحسش. والشخص الآخر اللي هو المتفائل بالآخرة لما نحس ان هو بيتدبر وبيتفكر، بلاش نشوفه كأنه شخص اللي هو مش عايز استخدم التعبير بس عشان انا بسمعه من ناس لأشخاص آخرين، اللي هو شخص مستأشيخ، يعني اللي هو بقى ايه، انت زهدت في الحياة الدنيا، انت مش عايز حاجة، خلاص انت رميت كل حاجة ورا ظهرك، انت مالك بقيت سلبي كده، انت ده لمجرد ان هو بيتفكر وبيتدبر في اللي حصل فعايز يتعلم منه. الحكم على الشخصيتين دول في الموقفين دول يا جماعة مش صح خالص، ومش من حقنا اصلا ان احنا نبقى بنقول على الشخص الاولاني ده ان هو شخص ما عندوش دم، ونقول على الشخص التاني ان هو شخص سلبي. خلي الحكم لربنا يا جماعة. أرجوكم ما تعملوش شغلانة مش بتاعتكم، وسيبوا الحكم لربنا، وتعلموا انتوا من الشخصيتين دول انتوا عايزين تبقوا انهي واحدة فيهم، ولا عايزين تبقوا حاجة بين الاتنين. خلينا نتعلم من كل حاجة بتحصل حوالينا، وبلاش نستخدم أحكام على الناس مش بتعمل حاجة غير إن هي بتأذيهم لما بيسمعوها مننا، لأن إحنا ما عشناش المواقف بتاعتهم، إحنا بس بنديهم ألقاب عليها. وتاني حاجة بتخلينا إحنا نشغل نفسنا بحاجات بنضيع بيها وقتنا، إحنا وقتنا أقيم بكتير من إننا نقعد نحكم على ده عامل إزاي وده رد فعله معناه إيه وده مش عارفة إيه. دي حياتهم، خليهم هم يتعاملوا معاها، وخلينا احنا نركز في حياتنا احنا عايزين نبقى متفائلين بإيه.